السلام عليكم متابعي القناه ديالنا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله اختاريت انني نصايب لكم الصوصيص. غنوريكم الطريقه كيفاش كنقادو الصوصيص من الاول حتى الاخر. غنوريكم اللحمه اللي غنديرو وكيفاش غنديرو نقادوها، العطريه اللي كنديرو وكيفاش كنديرو نخرجوا الصوصيص ديالنا، كيفاش نديرو نفلوه. بزاف ديال الناس كيخافوا من الصوصيص كما كتعرفوا، مجموعين لان كيبغي ياكل الصوصيص كيتشهى كيقول ومن حقه يخاف، حيت هادشي اللي ولينا كنشوفوا، الفيديوهات اللي ولينا كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي على الصوصيص. يعني خلات ان السمعه ديال الصوصيص تكون خايبه بزاف. اليوم غنوريكم كيفاش كتصايب مصدر البركه الصوصيص. مرحبا بكم، تبعوا معايا الفيديو وما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع اصحابكم. هانتوما نوريكم كيفاش من الاول حتى الاخر. مرحبا بكم. على بركة الله، ها هما الطريفات اللي غنديرو في الصوصيص. كما كتشوفوا القص والصمطه كيجيو احسن ما كاين في الصوصيص. اللحمه تبارك الله مهبره كما كتلاحظوا معنا. اول مرحله هي مرحله ديال التقطيع، غادي نقردوهم باش ان شاء الله ندوزو نطحنوهم كفته. كما سبق لي ذكرت، احسن طريفات كيجيو في الصوصيص هما الصمطه والقص. ها هما الطريفات مقطعين، غندوزو دابا نطحنوهم ان شاء الله. غنطحنوهم الطحنه الاولى على بركه الله. ها انتم كما كتلاحظوا معنا، ها هما الطريفات كنطحنوهم. هذه الطحنه الاولى، باقي غنطحنوهم الطحنه الثانيه. كما كتشوفوا اللحمه عندها حقها من الشحمه وملحمه. هادشي علاش كتجي هاد البلاصه زوينه بزاف في الصوصيص. من بعد ما كنطحنوا الطحنه الاولى كنهزوا الكفشه وكنعاودوا الطحنه الثانيه. كما قلت لكم غادي نطحنوها زوج ديال المرات. بعد ما كنساليو العمليه ديال الطحن كتجي على هذا الشكل هذا زوج د المرات. غنقلبوها في هذا البلاطو اللي كبير شويه، هذا البلاطو شويه صغير باش نسهلوا العمليه ديال الخلط كما كتعرفوا. وغادي نضيفوا العطريه ديال الصوصيص اللي معروفه، شركه عالميه كدير العطريه ديال الصوصيص كما كتشوفوا معنا. كنضيفوا شويه ديال العطريه بلديه، شويه على حسب الاذواق، وما كنديروا فيها لا ثومه لا بصله لا فلفله لا والو. علاش؟ حيت الناس فاش كياخذوا الصوصيص جايين باش ياخذوا الصوصيص، يعني اللحم بالعطريه، ما كنديروا لا بصله لا فلفله لا والو. وبالنسبه للحار، الحار كيبقى اختياري، حنا ما كنديروا. الانسان يمشي حتى للدار تيطيب كاع الصوصيص، الا تشهى الحار ديك الساعات يمكن ليه يضيفو. كنضيفوا شويه الملحه وكندوزو باش نخلطو. من بعد ما قردنا دوك الطريفات وطحناهم كفته زوج ديال المرات، ضفنا لهم العطريه وخلطناهم كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو للمرحله المواليه ولا القادمه ديال فاش غادي نعمروا هاد الكفته في الماكينه ديال الصوصيص باش نبداو العمليه ديال التخراج. غنعمروها على هذا الشكل هذا، غنعمروها كامله وغنوريكم كيفاش غادي نخرجوا الصوصيص. تبعوا معايا حتى الاخر. قبل ما نوريكم كيفاش، غنوريكم الخيط اللي كنخدموا به حنايا. هو خيط رقم 18 الكبير كاع. دابا غادي تبعوا معايا كيفاش غادي نديروا الصوصيص. اول حاجه كنديروا داك الخيط رطاب، ديجا درتو انايا رطاب، طلقته في الماء. دابا على بركه الله غادي نوريكم كيفاش كنخرجوا الصوصيص بهذه الطريقه هذه. تبعوا معايا. صوصيص مليح نصايب الطريفات زوينين، ما كثيرش فيه العطريه وما فيه لا بصله لا ثومه لا يعني لا فلفله لا والو. غتاخذ الصوصيص، غتاخذ اللحمه بالعطريه، لا اكثر ولا اقل. كما كتشوفوا كنبداو بها هكا وكنبقاو غاديين معاه بشويه باش ما يتفرقعش لينا الخيط. كنبقاو غاديين بهذا الشكل هذا. ها نتوما كما كتشوفوا نمشيو معاه بشويه باش ما يتفرقعش. كما لاحظتوا معنا. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش
تدعموني بلايك وتخليوا لي كومونتير زوين، تبارطاجيو مع اصحابكم باش العائله تكبر ان شاء الله. كما كتشوفوا هانتوما كنبقاو غاديين تقريبا نفس الطريقه حتى كنساليو التخراج كامل كما غادي تشوفوا. ومن بعد غادي دوزو باش نوريكم الطريقه ديال الفتيل كيفاش غنفتل الصوصيص. هانتوما كنبقاو غاديين معاه كما قلت لكم بهذا الشكل هذا حتى كنخرجوه كامل. يعني اهم حاجه يعني نحاول نبقى غادي معاه بشويه باش ما يتفرقعش ويطلع صوصيص زوين. هانتوما دابا غادي ندوز باش نوريكم العمليه ديال الفتيل على هذا الشكل هذا اللي كيختلف من جزار لجزار، كل واحد وكيفاش تعلم يفتل الصوصيص. كاين بزاف ديال الطرق ماشي طريقه واحده. الطريقه ديالي انا اللي كندير هي هذه اللي كتجيني سهله واللي علموني الناس الله يجزيهم بخير اللي تعلمت معاهم كيفاش نصايب الصوصيص. كيجي على هذا الشكل هذا كنبقى كما كتشوفوا نلويو بهذا الشكل هذا وكيكون هو الصوصيص ديالنا دابا وجد. يعني ما بقى لك الا تجي تقدا باش ديه طيبو. بالنسبه للناس اللي ما كيثيقوش في الصوصيص احنا وريناكم زعما كيفاش كيتقاد من الاول من البدايه، تشاركنا معكم كل شيء حتى النهايه. كنتمنى من الله كما ديجا قلت لكم يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش بارطاجيو مع اصحابكم. وشكرا لكم بعدا على الدعم ديالكم. يعني كنقرا لي كومونتير، كنشوف لي جيم، كنشوف الناس اللي كيموتيفيوني وكيشجعوني، كنشكرهم بزاف. شكرا لكم بزاف يعني قليله في حقكم كلمه شكر بكل صراحه. وكنقدم تحيه كبيره للناس ديال الجاليه اللي كاين خارج ارض الوطن اللي متبعيني حتى هما، وكذلك جميع الدول العربيه وخاصه الجزائر. شكرا لكم بزاف وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. متتبعينا كما شفتوا معايا كما لاحظتوا معايا في الفيديو هو الصوصيص المليح. يعني وريناكم الطريقه من الاول حتى الاخر. كنتمنى من الله يعجبكم. ما تنساوش بارطاجيو مع اصحابكم. ولا كنتي اول مره كتفرج في هذا الفيديو هذا ولا في قناه مصدرة البركه ككل، هبط لتحت دير سبسكرايب وخلي لي كومونتير زوين. تهلاو في راسكم، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.